في باليابان مو ببغداد، مو بالمحاكم يوميا من الصبح لليل. زين شو حتسوي لهم؟ لك شنو هاي ما تفهموني؟ بسيطة أنا لكم ما شو تسوي لهم؟ شو اسوي لهم؟ أكثر مني اللي طيعت حظهم صار كم يوم. وقد اطلعت مؤخرا على قائمة للنوادي الليلية غير المرخصة في قاطع الكرادة وحدها، فتبين أنها 72 ملهى ونادي فقط في قاطع الكرادة. مالك هاي الإحصائية؟ احنا نواب واقفين ما عندنا هاي الإحصائية. شلون انت عندك البارات؟ انتوا شلون تتصورون انه ناس فاتحه البارات والناس تطب وتطلع بالبارات بكيفها؟ هاي يعني احنا دولة سايبة ما عندنا حكومة، فمنو اللي يحميهم؟ يحميهم حزب اسلامي شيعي ثالث، هاي حصته ياخذها من البارات يوميا. والا شنو التصريح لما يطلع لك فد رئيس كتله بالعراق وشخصيه محترمه، ما اريد انا اتحدى ضده، يقول لك 72 ملهى بالعراق مو رسمي. مالك هاي الاحصائيه؟ احنا نواب واقفين ما عندنا هاي الاحصائيه. شلون انت عندك؟ يقولون سياده النائب فاق الشيخ علي عنده شويه عقده من الاسلاميين، ينتقد دائما الاسلاميين وكانهم هم الاساس في خراب البلد. صحيح هذا الكلام؟ منو اللي خربوا البلد؟ امي خربت البلد؟ زين. يعني والله ذولا ورطه الاعلاميه، يقولوا لي انتم النواب متكبرين علينا ما تجون تصرحون ما اعرف شنو هذا، زين اجينا نصرح، ساعه يقولوا لي اوقف هناك، ارجع لي ورا، اطلع لي قدام، روح اوقف هناك، ادري ملاعين هو انا النائب لو انتم النواب. ليش قوطية البيرة ببغداد ب1000 دينار بالبصرة ب5000؟ أسألكم هاي ال4000 منو ياخذها؟ ياخذها حزب إسلامي. طز بشنب رجال ما يفتخر فيك. يا أعزائي المشاهدين ترى كل اللي حكيناه كذي، بس أكو في شيء صدق. لحد الآن ميزانياتنا وموازناتنا السنوية بلغت 1000 مليار دولار أمريكي، تريليون. بس فهموني ذني وين؟ يلا هذا سؤال للشعب العراقي. هذني يبنن 50 دولة، مو 10 دول مثل ما يقول 10 دول، مو 50 دولة. وين؟ شو الشارع مالنا؟ مجموعة من المشردين، مشرد بالشارع يعني، والمجانين، معتوه مجنون مخبل مو صاحي، والأطفال طفل دقدق، أطفال زعاطيط، والكبار كبار، والفوضويين فوضوي خربط كل شيء خبصنا ما أدري جزء، والصعاليك. تعرفون شنو معنى الصعلوك؟ يعيشون المشاكسة طوال الليل والنهار، ثم يظهرون أمام الناس في الشوارع والأسواق والأماكن العامة. الكلمة الأخيرة هاي، مثل ما قتلوا أبنائنا الأبرياء اللي أعمار 14 15 16 سنة، يجب أن يعلقوا على المشانق، طبعا بعد محاكمة عادلة في ساحة التحرير، العين بالعين والسن بالسن والبادية أظلم، والقاتل يقتل. ما بدنا حدا يتعلم، ما بدنا نشوف هذه المشاهد مرة أخرى حتى ولو كان لعدو. يعني كانت هذه سقطة مش محلها. كيف ننفذ الأحكام؟ كيف ننفذ العدالة؟ في أساليب لتحقيق العدالة بدون ما يكون في هذا المشهد المهين للنفس البشرية وللروح الإنسانية. خليني بس يعني انهي. وهو من يعذب المختطف ويقتله او من يرميه بطلقه في راسه امام الناس وجها لوجه، هذا مو مشهد مرعب وتعرضه؟ اكيد مشهد مرعب، بس نحن ضده، نحن ضده. المطلوب انه نكون ضده، هذه الفكرة. بس انا ما عندي وقت لحتى يعني يا ريت عندي وقت، بس عندي سؤال اخير. كيف يعني احد يتحكمون بالبلد ويقتلون أبنائه؟ كل واحد سقط البارحة، كل قطرة دم، مو كل واحد يساوي كل، شوف هنا واضح، كل الطبقة السياسية العليا، كلامي دقيق، محامي ومشرع ورجل دولة، الطبقة السياسية العليا الطائفية المتحاصصة التي حكمت وتحكمت بالعراق من عملاء أمريكا ومن عملاء دول الجوار الذين تحكموا بالعراق من 2003 حتى هذه اللحظة، قطرة الدم. لا والله، النعل أو الحذاء الذي كانوا يرتدونه أطهر وأشرف وأكرم عند الله من هؤلاء الذين يتحكمون بالعراق. تزعل أنا وياك أصدقاء، مو هاي المشكلة، طبك مرض، ثقيت لو ما ثقيت، شريك معي سنة ما حد ثق، يقولون عنك كذاب.
هو كان الصادق الامين، الصادق الامين طلع الى كذاب. تريدني انا يثقون بي؟ من يثق بي؟ ولو اكو ثقه بالعراق كل هذا الفساد ما صار. من اكو ثقه؟ لا ثق خويا حبيبي فدوى اروح لك. شكرا لك، شكرا.